وإذا كان هذا الحال فإن من الأفضل عليه أن يتجنب هذه البلوى التي اسمها الحب، ولكن هل في مقدوره أن يفعل ذلك؟ فإذا استحال الأمر فمن الضروري إعلام هذا المحبوب بما وصل إليه الحال، فيقول له كمل صبري اليوم وتناهى، وحبي لمن أهواه لا ينتهي، يا ما قضيناها ليالي معه وسنين بعد سنين، ولف المحبة محين. مواثيق وعهود صناها وصنا حقائق ثابته له ولي، ما بعد نسيناها لأننا حلفنا فوقها اليمين، ولف المحبة محين. رعى الله أيام عشناها وجلسات منظومة وعيش هني، كل ما ذكرناها بكينا وقلنا على الهوى يسين، ولف المحبة محين. عرفنا المحبة ومعناها وعاداتها وطريقها الملتوي، بالعرف جيناها تركنا قياس الناس والتقمين، ولف المحبة محين. ويا ما مسالك سلكناها ويا ما ابتلينا والمحب يبتلي، واشياء تركناها يخابرك عنها الشعر والتلحين، ولف المحبة محين. لكن المحبوب لا زال متمنعا، لا يرسي لمحبوبه، يمارس معه أنواع مختلفة من العذابات التي يكتوي بنارها العاشق، كلها جفاء وبعاد وهجر وصد، لا يرحم محبوبه. ما هي أنجح الوسائل لوصله أنه في حيرة وشقاء؟ هل يمكن تهديده